سيد الرئيس، أشكركم لإعطائي الفرصة. اسمي جلال أمين، أمثل مع زملائي المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسر. منظمتنا تقوم بالدفاع عن حقوق الكرد في سوريا بالوسائل القانونية المحلية والإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. لقد عانى الكرد في سوريا قضائيا على مستويين. المستوى الأول في المرحلة الأولى للتحقيق والاعتقالات في مراكز الشرطة والأمن، فكانت الأساليب أكثر وحشية عندما يكون المتهم أو الموقوف كرديا، حيث ينظر إليه نظرة دونية ويتعرض للشتم والإهانة والاستهزاء من قبل رجال الشرطة ورجال الأمن، خاصة إن لم يكن يتقنوا اللغة العربية. وكان يتميز بعدم إرساله إلى الطبابة الشرعية أو إلى مكان ليثبت آثار التعذيب عليه، ولم يكن يحال القضاء إلا فترة طويلة. وكان كثيرا ما كان نزاعه ينقلب من نزاع جزائي إلى نزاع سياسي، حيث كان يتهم بأنه يريد تقسيم سوريا أو أي اتهامات أخرى لقلب موازين الدعوة. لقد عانى الكرد من عدم إشراكهم في الجهاز الإداري والجهاز القضائي في سوريا، ولم يكن له يتسنى له الفرصة ليكون عضوا في أي جهاز من الشرطة أو الأمن أو إلى آخره. ولا بد من ذكر القوانين التي كانت يتميز بها المناطق الكردية، وهي قوانين الاستملاك للأراضي الكردية الواقعة في المناطق الكردية، حيث كانت المحاكم تستند في قراراتها لتعليمات فروع الأمن وحزب البعث الحاكم، وكانت الدعاوي تحسم لصالح الدولة، كما أنه لم يكن يسمح للكردي الدفع بعدم دستورية أي قوانين كالقوانين الاستثنائية التي تصدر بحقه. أما المحامون الكرد فقد عانوا في أروقة المحاكم ودوائر القضاء من تفشي الفساد في الجهاز القضائي السوري، وبالأخص في القضايا الجزائية التي يملك فيها القاضي صلاحيات واسعة يستغلها في المحاباة لصالح الطرف الراشي أو الطرف الأقوى اقتصاديا أو سياسيا، وبالأخص إذا كان ذلك الطرف ينتمي إلى حزب البعث الحاكم. وقد قام مركزنا وبالتعاون مع منظمات وخبراء دوليين بإقامة دورات إدارية وقضائية للمحامين والقضاة المقامين في المنطقة الكردية بغية ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد والعدالة وتطوير الجهاز القضائي. وأننا ندعو منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى تقديم التدريبات والمعونات للمراكز القانونية لتساهم في تطوير الجهاز القضائي في المناطق الكردية، والتي نفضل تسميتها بكردستان سوريا. وشكرا لكم.